السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أمينة صابر من قناة فكرة أمينة. النهاردة هنعمل جبنة بيضة كاملة الدسم. دول 3 كيلو لبن، دول انصاص يعني كل نص محطوط لوحده. برجه جامد قوي عشان يعمل رغوة. لما بيعمل رغوة بيديني قشطة كتيرة ووفيرة. ترجيه جامد قوي في الكيس زي ما هو كده. ده لبن جاموسي. لما بتجيبي لبن جاموسي بيدي انتاج في القشطه جميل قوي، وفي الجبنه بتبقى جميله ودسمه في منتهى الجمال. وهنعمل كمان قشطه، هوريكم القشطه كمان. يعني اللبن ده بنرجه جامد قوي وبعد كده هنفضيه في حله. تفضيه كله في الحله وبعد كده بنحطه على النار. بس هنفضي دلوقتي الاول الجبنه دي بالمنفعه. طبعا اللبن بتجيبيه من مكان موثوق منه، لبان واثقه فيه كويس، بتجيبي منه اللبن ده او زريبه. انما تجيبي اللبن اللي هو المحفوظ، العلب المبستر، اللبن ده لا، ما بينفعش في الجبنه ولا بينفع في القشطه. لو عملتي الجبنه بالطريقه دي طبعا مش هتبطلي تعمليها. هو اي طريقه للجبنه ان انت بتعمليها في البيت بتطلع جميله وفي منتهى الجمال، مضمونه وضامنه نتيجتها. احنا كده فضينا اللبن وحطيناه على النار، بيبدا اهو في الغليان كده، خلاص غلي. بنبدا نحطه ليله بقى كامله في التلاجة عشان بعد كده نقدر نسحب منه القشطه، تبقى القشطه تقيله. يعني ما تسحبيش القشطه في ساعتها، بعد ما يهدى كده تبداي تحطيه في التلاجة. وبعد ما يتحط في التلاجة ليله كامله باخد اللبن واسحب منه القشطه. بتسحبيها بقى بمعلقه، بتسحبيها بايديكي بطريقتك، الطريقه اللي تعجبك. احنا كده خلاص طلعناه من التلاجة وهنبدا ايه نعمل القشطه بتاعته، نسحب القشطه بتاعته. انا قطعتها، مسكت السكينه وقطعتها على 3. حبيتي تسحبيها مره واحده ماشي، مفيش مشاكل. بس انا جبت اللبن ده قبل كده وكان اتقل من كده حقيقي، اداني قشطه نتيجه اكتر احلى من كده كمان. هنبدأ بقى نسحب القشطة. أنا سحبتها حقيقي بإيديا، حبيت تسحبيها بالمقصوصة اسحبيها، بمعلقة اسحبيها. بتحاولي ان انت تلفيها. هي شايفين القشطة طالعة ما شاء الله حلوة. ببدأ بقى اسحب برضو الجزء التاني اللي انا عملته. اول ما بتسحبي القشطة بقى بتحطيها في الفريزر مادام مش هتستخدميها دلوقتي، عشان ما تبص منك. شايفين ما شاء الله مدي نتيجة حلوة، مدي قشطة كتير. خلاص احنا كده سحبنا القشطة. نبدأ بقى نحطها على النار تدفى كده زي دمعة العين عشان نحط لها المنفعة. لكل كيلو لبن معلقة منفعة. المنفعة دي بقى بتجيبيها من العلاف، من مكان موثوق منه، يعني اللي بيبيعوا المنفعة. طبعا المنفعة دي درجات وتركيز، في تقيلة في خفيفة. فانت بتسألي لكل كيلو لبن احط له قد ايه منفعة. في ساعات 2 كيلو لبن يتحط له معلقة منفعة. المنفعة اللي انا جبتها كل كيلو لبن عليه معلقة، على حسب الراجل ما هيقولك على كل كيلو لبن تحطي قد ايه منفعة. شوفوا كده احنا حطينا اللبن على النار، وبتحطي ايدك كده تقدري تستحمليه زي دمعة العين كده، ما تزوديش درجة الحرارة جامدة. وببدأ احط بقى المنفعة، بس بعد ما بسحبه بقى من على النار احس ان هو دافي كده زي دمعة العين، احط بقى لكل كيلو معلقة منفعة. ادي واحدة اهي، معلقة، 2، فضيت بقى اللي هي التالتة لان المعلقة ما كانتش مليانة. وبتبدأي بقى تقلبيه كده.
كل ما بتقلبي فيه كده بيبقى حلو، يعني بالمنفعه كده خلاص. قعد ليله كامله. انت حبيتي تقعدي من 6 ساعات ل8 ساعات لليله كامله براحتك. انا قعدته ليله. شايفين الشرش ظهر اهو، عام على الوش اهو، بعد ما قعدت اللبن ليله كامله. شايفين اهو الشرش بان على الوش كده، خلاص بقت جبنه. بعد كده بقى بتبدأي بتجيبي مصفى. شايفين اهو الشرش اهو باين ظاهر اهو، ما شاء الله. الجبنه تقيله وحلوه اهي في منتهى الجمال ودسمه وجميله حقيقي. انا من ساعه ما بقيت اعملها ما بقتش تعجبني الجبنه من بره حقيقي. ما بشتريش جبنه من بره خالص. بنبدا بقى نشيلها ونجيب مصفى ونحط عليها شاشه شرب عندك، اي حاجه موجوده عندك كده خفيفه تحطي فيها عشان تصفي الشرش. بجيب حله كده احط عليها المصفى واحط الشاشه عليها، وابدا احط بقى الجبنه دي فيها عشان تصفي شرشها. احنا طبعا بعد ما قعدناها ليله كامله على الرخامه بس بتكوني مغطياها. بعد كده بقت جبنه اهي. بدانا جبنا بعد كده المصفى وحطينا فيها الشاشه وحطينا فيها الجبنه تصفي الشرش بتاعها. بتسيبيها 6 ساعات 8 ساعات تصفي الشرش بتاعها. شوفي انت بتضغطي عليها كده بتنزل الشرش. وما ترميش الشرش ده، بتستخدميه برضو في المعجنات، بيبقى جميل وطعمه جميل قوي. تستخدميه في البسكوت، تستخدميه في حاجات كتير. جبت بقى الطواجن فخار، اي حاجه تقيله عندك كده وتحطيه عليها تنزل الشرش بتاعها. سيبيها من في حدود 6 ساعات كده. تقيلي عليها، حبيتي تضغطي عليها شويه بايديكي عشان تنزل الشرش. خلاص كده هي نزلت الشرش بتاعها، وهنبدا بقى نفكها دلوقتي عشان نحطها بقى في قالب. حبيتي تقطعيها بقى تحطيها في طبق وبعد كده تحطيها في التلاجة. هي بعد ما بتتفك من الشاشة كده بتحط بقى في التلاجة تستخدميها عادي، بس هتفكيها بقى وتحطي لها شوية ملح. حبيتي بقى تحدقيها براحتك، حبيتي عايزة تحطي لها فلفل حامي، تروحي حاطه الجبنه في كيس بلاستيك وحطاها في الشرش طبعا تغليه، وبعد كده تروحي حاطه فيه الجبنه وحاطه قرون الفلفل حواليها. بس اوعي تحطي الجبنه مباشره في الشرش، هتبوش وتفك منك. بحطها في كيس بلاستيك جوه الشرش، والشرش اكون غلياه واستنيت لما يبرد خالص وابدا احط فيه الجبنه. بس انا حقيقه انا حطيتها على طول في قالب في التلاجة، ما استخدمتش بقى ولا فلفل ولا حاجة. اما بطلعها بجيب قرن فلفل واروح مقطعاه عليه وخلاص على كده. ابدأ بقى هقلبها اهي. ده الشرش بتاعها اللي طلع منها. ده بقى بتبدأي تحطيه في كيس وتحطيه في التلاجة في الفريزر لو انتي عايزاه عشان بس اوعي ترميه حقيقي، ده كنز. بتستخدميه في المعجنات بيبقى في منتهى الجمال، احلى من اللبن نفسه. شوفي الجبنه اهي طالعه جميله وماسكه نفسها قوي ازاي. بعد كده بتفضيها، بتشيلي بقى الشاشه دي. انا جبت بقى قالب وحطيت له كيس بلاستيك وعبيته فيها. بتحطي بقى الكيس البلاستيك وتحطي فيه الجبنه وتحطيه في التلاجة، بتمسك نفسها جامد قوي بقى في التلاجة، وتبداي بقى تاكلي منها من دلوقتي، تاكلي منها. هو حقيقي اللبن بيبقى مليان خير، من جبنه لقشطه لزبده للشرش، تعملي بيه المعجنات ما شاء الله. يعني انتي ما بتخسريش حاجه خالص. يعني شوفي كيلو الزبده دلوقتي بكام، ولا القشطه بكام، ولا الجبنه. انتي بقى لما بتعملي ده بتوفري جامد في البيت حقيقي،
لانك بتستخدمي كل اللي بيطلع منه، من جبنه لزبده لقشطه لشرش، بتعملي كل اللي نفسك فيه. واديكوا شايفين يعني الحاجه دلوقتي ما بقتش زي الاول في حكايه الاسعار. ده ما شاء الله توفير التوفير يعتبر. خلاص كده احنا فضيناها. تضغطي عليها عشان ايه؟ تبقى ماسكه نفسها بقى، عشان انت فضيتيها في القالب، عشان تديكي بقى قطعه واحده تقدري تقطعيها بقى بالسكينه. تضغطي عليها كده كويس، بس بتحطي لها بقى ملح، بتملحيها كده، بتحطي لها شويه ملح وتحطيها بقى في التلاجة. تحطي لها شويه ملح وتقلبيها بيها، وتحطيها بقى في التلاجة. خلاص بضغط عليها كده بالكيس. انا بحطها على في الكيس على اساس يبقى سهل ان انت تشيليه. تقفليها كويس كده، هتعجبكم ان شاء الله. هي طعمها جميل. دي جبنه بالمنفعه، وعملنا قبل كده جبنه من غير المنفعه برضو كان طعمها جميل. دي جميله ودي جميله. لو حبيتي ان انت عايزه تعملي قشطه بالطريقه دي بتعمليها بالمنفعه. حبيتي المره اللي فاتت برضو كان قشطه من غير المنفعه. كده بدأنا نحطه بقى في التلاجة، وجمدت اهي. بعد ما جمدت طلعناها من التلاجة اهي، بنفكها من الكيس، بتفضيها. شايفين؟ في منتهى الجمال، وبالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.